السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عملت لك يا ست الكل، وعملت لكم الفراخ المشوية بتكاتها وحركاتها في البيت وعلى الفحم كمان بكل سهولة، وأحلى تتبيلة هتعمليها ليك ولولادك ولأسرتك. فراخ مشوية زي الكتاب ما بيقول مع الشيف محمود، مفيش مستحيل. يلا بينا نبلش بالمكونات. عندنا معلقة كبيرة من الفلفل الحصى، ومعلقة صغيرة من الكمون الحصى، ونص معلقة كبيرة من البصل البودر، ونص معلقة كبيرة من التوم البودر. وعندنا كده ايه 5 6 عودان صغيرين كده من القرنفل. ندق المكونات دي كلها مع بعض كده في الهوم بتاعنا، عشان عايزين نعمل نكهة كده كويسة للتوابل بتاعتنا. عندنا معلقة كبيرة من الفلفل الأسمر بودر كده، ومعلقتين كبار من الملح عشان التتبيلة دي كده. مش هنحط كده لتتبيلة الفراخ حاجة تاني، ده الملح كله. وعندنا 4 فصوص من التوم هندقهم عشان عايزين نكهة التوم، والتوم هيدي تيست معانا وطعم كويس للفراخ. عندنا 4 حبات من البصل متوسطين الحجم مقطعينهم، و4 حبات من الطماطم متوسطين الحجم برضو مقطعينهم. طبعا نحط كل المكونات دي في الخلاط كده. هننزل بيهم في الخلاط بتاعنا عشان نعمل المارينيه ده للفراخ. والتتبيلة دي من 4 ساعات ليوم كامل، ممكن نقعد 4 ساعات ونبدأ نشوي الفراخ بتاعتنا. ده معلقة التوم اللي احنا فرمناها، أو 4 فصوص التوم اللي احنا فرمناهم في الأول. هنحط نص كوباية كبيرة من الخل، الخل العادي، و4 معالق من المستردة. وهنعصر 4 ليمونات كده. عايزين مية الليمون دي. طبعا المارينيه بعد ما ضربناه في الخلاط وزي ما انتم شايفين كده. طبعا عندنا الفراخ بقى منضفينها ومجهزينها كده. المارينيه ده بتاعنا جاهز. طبعا الفراخ بعد ما نضفناها وظبطناها كده بقى نبدأ نشرح نص دجاجة أو دجاجة، ونوريكم. طبعا بنشيل الزوايد زي ما انتم شايفين كده، وبنبدأ نقسم الفرخة كده من عن الظهر نصين. فرخة نضيفة ازاي، مغسولة ومتظبطة. بنشيل الدهون أي زوايد عندنا. بنبدأ نفصل الورك مش للآخر، بنفصله فاصلة كده. كل الفكرة اللي احنا عايزين نبين العظم بتاع الورك أو الصدر. أي حتة فيها عظم كده أو فيها فواصل بنخلي من عليها اللحم عشان في الشوي تستوي معانا. زي ما انتوا شفتوا كده في أول الفيديو. احنا ما بنوصلش للتشريح الكامل، احنا بس بنحاول نفصل العظم او نبين العظم في الدجاج، عشان لما نيجي نشوي ما ياخدش معانا وقت كتير. عشان احنا هنشوي ني في ني، مش بندخلها شوايه على الفحم وعلى طول. وده بيبقى من الشوي الممتاز وبيدي تيست قوي في الفراخ. بتاخد معايا تلت ساعه على الشوي على الشوايه، وبتطلع الفراخ مستويه زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو. بنفصل كل العظم اللي عندنا كده، بنحاول نبينه. والصدر بس بنديله ايه فتحه صغيره كده عشان ما يبقاش كتله واحده. بنبدأ بقى كده نحط الفراخ دي في أي حاجة عندنا، وبننزل بالمارينيه بتاعنا الجميل كده وريحته جميلة تحفة. كده بنبدأ نقلب الفراخ بتاعتنا عشان تشرب من المارينيه، وبندخلها التلاجة أقل حاجة 4 ساعات. ممكن نحط أكتر من 4 ساعات، 10 ساعات، 12 ساعة، يوم كامل في التلاجة. أنا دخلتها التلاجة يوم كامل وطلعتها بقى عند الفحم ولعته، وحطيت الفراخ زي ما انتم شايفين كده. الجمال والحلاوة في البيت بكل سهولة تحفة. هتقدروا تعملوها مع الشيف محمود. طبعا بنشتري فرخة بقد كده من بره. هنقدر نعمل المارينيه ده في البيت بكل سهوله، ونشوي الفراخ ونعمل معاه اي صوص احنا عايزينه زي ما تحبوا بقى. بالطحينه ماشي، اللي زي ما انت عايز. عايز توميه ماشي، اللي انت عايزه كله تقدر تعمله اي صوص.